مساء الخير، مكتب دكتور مصطفى مدبولي، ممكن توصلني بيه لو سمحت؟ قول له مولي وزيرة السعادة، احنا اتكلمنا قبل كده. اوكي اتفضل. دكتور مصطفى، ازاي حضرتك يا فندم؟ مش هطول عليك خالص، انا كنت حابه اشكر حضرتك جزيل الشكر انك جبرت بخاطري قدام الفانز بتوعي وما كسفتنيش واديتنا اجازه العيد من السبت للخميس لوكشه واحده زي ما طلبت من معاليك. يا فندم، كنت طلبت من حضرتك في مكالمه هاتفيه سابقه، واحب اهني حضرتك وابارك لك على تجديد ثقه الرئيس في سيادتك وانك هتشكل الحكومه الجديده. بس يا ريت حضرتك تنجز في الحوار ده لحسن الصقور مزروطين الدنيا على الفيسبوك، اهو مزروطين الدنيا اخر زروطه وعمالين يقترحوا اسامي كتير قوي. فحضرتك انجز في الحوار ده. ويا ترى حضرتك عملت لي ايه في الطلب اللي كنت تقدمت بيه لمعاليك؟ طلب بانشاء وزاره السعاده. حضرتك عارف انا وزيره السعاده بشكل حبي كده، بشكل ودي كده مع الناس، شعبي يعني، حاجه شعبيه كده على المستوى الشعبي، يعني حاجه على الضيق كده. فكنا عايزين نديها الصبغه والصفه الرسميه بانشاء وزاره السعاده. يا فندم، يعني ايه ولما تنشئها مين اللي هيمسكها؟ هو حضرتك شايف ان في حد اكفأ مني يمسكها؟ انا خبره اكتر من 5 سنين حضرتك في اسعاد الناس وابهاجهم وادخال كل ما هو ايجابي على قلوبهم. لا يا فندم، انا لا احتد، لا لا يا فندم، لا احتد خالص خالص يا فندم. لا فاضيه ايه يا فندم، انا حتى عندي تحضيرات. واضح ان حضرتك مشغول النهارده، فهكلم حضرتك في وقت اخر. اوكي يا فندم، في رعايه الله، في رعايه الله.